يكون عيان؟ اي والله صحيح صدقت، لي زمن ما شفته. كي دقيقة خليك قبلك، انا مش هجيب وجه. يا ستار، مالك يا زول خلعتني؟ وده شنو مالك بتبكي؟ من البصل. والله البصل بقى مبكينا كلنا. ليش شنو بتطبخ مالك قاعد عزابي؟ كان تكلمنا نجي نكسر الزمن معاك يا بابا قل. ما تنادي زول يا اخ، انا ما عزاب يا اخ، المرة قاعدة جوا. عيان يعني عشان كده شغال ليها شغل البيت. يا اخي ما شاء الله نعم الرجل، لازم نكفر لها يا بابا قل. ما عيانة يا اخ، والله دي انصح مني ومنك، نفسي يوم اشوفها مرتانة النزلة دي ما بتجيها. طيب مالك انت شغال شغل البيت وهي ما شغال؟ اوعك تعلم الكسل. انا حناديها واتكلم معاها. فوزية ما تناديها، انا موافق، لانه الشغل بتاع البيت مال المرة، ولازم نتساوى في الحقوق والواجبات. طيب عرفنا المساواة، مالك بقيتنا تطلع بصراحة هي حامياني. حامياك. الغريبة هي بتحوم زي الركشة، لانه مسؤولياتها كترت وهي شغالة. وانت معاش عاطل زينا. تلقاها قالت لك يا حناي ما تبالي اصحابك العطالة ديك. يا اخي انت ما تختشي على دمك وتبقى حمش. اولا انا هسه لا عندي السلطة لا ثروة، البيت حقها والقروش ذات اللي بتلمها من ايجارات البيوت حقتها اكتر من معاشي. يا الماحي ما تجي يا اخو نادي معاك حسين ده. حسين ده الله اعلم يجينا تاني. ليه؟ مرته عاملة له سيداو. يعني انت ما بتخاف من المرأة؟ انا والله لما نجي داخل البيت واقول قبال اقعد يكون الغدا جاني والشاي جهز، ولما نكورك واقول يا الماحي انا اخوك انت صفية جاي. نضحك يا ابا على السنينات.